أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في ظل الحرب على قطاع غزة وفي ظل هذه الأزمات المتتالية المتكررة، في ظل عدوان غاشم على أهلنا في غزة، تبرع الشعب الأندونيسي بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني على أصحاب البيوت المهدمة والمهجرين. هذه المساعدات الكريمة بإذن الله سبحانه وتعالى ستصل إلى أصحاب البيوت المهدمة من خلال مؤسسة جبهة الأخمية ومؤسسة حلمي والهلال الإسلامي في أندونيسيا. جزاكم الله كل خير، تقبل الله منكم، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 39 يوما لهذه الحرب على قطاع غزة، هذه الحرب الضروس والتي يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقصف البيوت وتدميرها هنا في قطاع غزة. نحن اليوم قمنا بتجهيز هذه البطانيات الإحرامات لتوزيعها على أصحاب البيوت المتضررة وأصحاب البيوت المهدمة الذين خرجوا ولم يأخذوا شيئا من بيوتهم. ستوزع مئات من هذه البطانيات بإذن الله سبحانه وتعالى بدعم كريم من الإخوة في هيئة أخوة الأقصى، كذلك جبهة الأخوة الإسلامية والهلال الأحمر الإسلامي في أندونيسيا. كل ذلك الخير جاءت الأقصى، كذلك جبهة الأخوة الإسلامية والهلال الأحمر الإسلامي في أندونيسيا. كل ذلك الخير جاء بدعم كريم من الشعب الأندونيسي العظيم المسلم الذي يقف بجانب الشعب الفلسطيني. جزاكم الله خير إخواننا في تجمع المؤسسات في أندونيسيا، كذلك الشعب الأندونيسي الذين يقدمون الدعم لشعبنا الفلسطيني.